السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبائي الرياضيين من طلة جديدة والخاتمة والأخيرة من قناتي محمد الأصبحي ملك الكرة من استديو كأس العالم. اليوم ختام البطولة كأس العالم اللي عشناها 28 يوم، عشناها مع أحبائي الرياضيين، وشكرا لكل من ساندني من أبي وأمي وأخواني، وشكرا لأصدقائي، وشكرا لأحمد الكتف، وشكرا لأحمد المطاع، وشكرا لكل من ساهم بأن يشجعني ووفقنا في هذه البطولة، وشكرا أيضا لصديقتي من تونس مايا الصفاقسي الذي الوسيطة بيني وبين عصام الشوالي. شكرا عصام الشوالي، شكرا. النصيحة الذي قدمتها لي بأن بداية النجاح تبدأ من حاجة بسيطة، وقد قلت لي أن يكون قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حورب ثم اشتهر، ولحد الآن مليار مسلم. مشكور يا عصام الشوالي. وكذلك نشكر دولة قطر وأميرها الذين نجحوا هذه البطولة، وهي نجاح للعرب والمسلمين. بطولة جميلة، بطولة فيها كل الأرقام التاريخية والأرقام القياسية، بطولة فيها عرفوا ثقافة العرب وعرفوا ثقافة المسلمين. إن الذي لديه مبدأ يحترم حتى لو كان أكثر عداء، حتى العدو يحترمه. أن يكون لديه مبدأ، وهو أن نحن لا نغير ديننا كما قال أمير قطر، لا نغير ديننا خلال 28 يوم. هذا أكبر فخر لكل عربي ولكل مسلم. من اليمن نحيي شعبنا القطري بنجاح التنظيم، وكذلك نقول ألف 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 مبروك للمنتخب الأرجنتيني، وألف ألف مبروك لعشاق الأرجنتين من الوطن العربي. اليوم حقق الرقم القياسي، الرقم التاريخي لميسي، والذي ختمها في حسن الخاتمة، وهو تجاوز الهدافين التاريخيين في كأس العالم، وفاز باللقب، وأفضل لاعب في اللقب، وأفضل لاعب في البطولة. وأنت الآن خليفة مارادونا. سبحان الله، ما فيش حاجة تدوم، كل شيء يتغير. مارادونا كان الأسطورة من 86 إلى 2022 وتوفى وتغير وأجى بدله ميسي. كذلك حتى الاسم ما يدومش، يتغير. ما الحفيد يتغير. سبحان الله، ما الموجود وما الدائم إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل ما نبدأ في التحليل في مباراة اليوم، مباراة ما توقعهاش أحد. حتى أنا ما توقعتهاش أن توصل لدرجة 3-3 ماراثونية. مباراة فيها مفاجآت. كان حاسم لها الأرجنتين كانوا حاسمين لها الشوط الأول هدفين. طبعا نبدأ الآن في التحليل. طبعا المدرب الأرجنتيني كان ذكي واستخدم ورقة الناجحة دي ماريا يعتبر رجل المباراة النهائية. في أي مباراة نهائية هو يكون فيها حاسم، واستخدمه غير المكان الذي كان فيه، في المكان الأيسر، ونجح وجاء الهدف. خلونا نشوف لكم الهدف الثاني فقط، وانتم تعرفوا الهدف ميسي ضربة جزاء. هذا الهدف الثاني، لاحظوا شوف ميسي خلاه وسط وصانع ألعاب، ودي ماريا في الجهة الثانية، وكان هو المفتاح، هو المفتاح البطولة. لو كان استمر، بس بطولة فيها مفاجآت، بطولة فيها ما توقعش ايش بتجري فيها. كان 2-0 وسحب دي ماريا. هذه الغلطة الكبيرة اللي غلطها، انه سحب دي ماريا، وبالدقيقة 80 معاهم فكوا امبابي. ما هو حاصروه الشوط الأول، حاصروا امبابي. لكن قلت لكم هذا خليفة ميسي كريستيانو، النجم العصري الجديد، نجم العصر الآن بيكون. سجل هاتريك. خلوكم نشوف الهدف الثاني. شوفوا الهدف الثاني، تركوه وهو مصدر الخطورة، حتى سبب ضربة الجزاء أيضا هو. إذن امبابي دخل التاريخ، ما فيش أول لاعب يسجل هاتريك في النهائي. الآن الهداف البطولة يستاهلها امبابي. الآن يمتلك 12 هدف
وعمره 24 سنة. ما فيش لاعب فعلها في تاريخ البطولة كأس العالم بالعمر. ولو تعلموا لو لعب البطولة السابقة هدف بس فقط 5، عدى الهداف التاريخي ميسيسلاف كلوزا. إذن فرنسا خرجت في البطولة هذه بماء الوجه. مباراة مثيرة صراحة وجميل، أفضل مباراة في تاريخ كأس العالم في النهائي، مثيرة لآخر دقيقة. المنتخب الفرنسي ألقى التغييرات صحيحة واستمر بالضغط، استغل الإرهاق شوية حق ميسي واللاعبين الأرجنتينيين وضربات الجزاء الصحيحة لعبوها. إذن نقول ألف ألف مبروك لقطر قبل الأرجنتين بفوزها بالتنظيم. ويكفي أن ميسي ختمها من أرض عربية، وهذا سيدخل التاريخ، أنه ميسي فاز بكأس العالم، الأرجنتين فازت في 2022 من فين؟ من قطر، وفخر لكل عربي ومسلم. ميسي فعلها، وأنا راهنت على ميسي من بداية البطولة. تابعوا مقاطعي السابقة، قبل شهرين توقعت الأرجنتين من ضمن 3 منتخبات وتحقق التوقع، وأنا أيضا يسمونه الآن ملك التوقعات. طبعا هذا سمانا ملك التوقعات طبعا عصام الشوالي وصديقتي مايا التونسية. طبعا نحب نذكركم الآن الأهداف وصلت، عادلت الأهداف المونديال 2014 ومونديال أيضا فرنسا ب171 هدف بالمباراة هذه، فقط 6 الأهداف. وكذلك نهني منتخب المغرب بحصوله على المركز الرابع. كان المباراة السابقة كان مش بهذه الحماس اللي لعبوها من كرواتيا، حتى ما دليل على ذلك بحللتش أمس إنه خلاص المباراة تحصيل حاصل، والكروات لعبوها استاهلوا، وزيد الإصابات كانت تلعب دور المنتخب المغربي. طبعا خلونا الآن نروح نشوف تحليل والتوقعات والأرقام المميزة في المونديال لأستاذنا أحمد الطعان. خلوكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان اليوم الختامي، يوم أسدل فيه الستار عن بطولة تميزت بكل فصولها. الفصل الأخير الذي جمع المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي، مباراة كانت مثالا للروعة والدهشة. استطاع المنتخب الأرجنتيني مجاراة المنتخب الفرنسي في بداية الشوط الأول إلى الدقيقة 75. تقدم بهدفين، أولهم بقدم ميسي الذي يعتبر أسطورة الكرة الأرجنتينية وأسطورة عالمية، رصع فيه كل إنجازاته، رسم تاريخا جديد للأرجنتين وتاريخا سيكون حافلا بالإنجازات، بالألقاب، بالأرقام القياسية حققها الفتى ميسي الذي استحق أن يكون اللاعب العالمي رقم 1. بداية اللقاء أثارنا الدهشة، الرعب، التخوف. فعلا سطرت هذه المباراة تعد من أفضل المباريات النهائية على مستوى بطولات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 إلى 2022. كما سمعتم أحبائي الرياضيين تحليل والأرقام اللي جابها وتوقع الأستاذ أحمد الطعان. طبعا قبل ما نختم لكم هذا الموضوع، شكرا لكل من ساندنا أيضا في هذه البطولة، والذي كان مثلا يبلغ علي علمنا كيف أفعل حقوق الملكية. لعلمك وصولي سبب أن أنا أفعل قناة في اليوتيوب رياضية وتحليل، وهذا هو الذي كان يبلغ علي في الفيسبوك. هذا قال لي أخي الكبير ماهر، قال افتح لك قناة وانشر مقاطع الفيديو حقك وعبر عن آرائك، وكذلك أصدقائي المدريدين، لأنه أحيانا يوصل لي بلاغ هذا حقوق الملكية، حقوق فلان، وكان أكثر بلاغات في الفيسبوك، كان يوصل لي رسائل، وهو السبب اللي خلانا أفتح القناة. والآن هو السبب خلانا أزداد الجماهير حقي في المتابعة، هو السبب اللي علمنا كيف فعل حقوق الملكية،
هو الذي شجعنا أننا ما يأسش، هذا اللي يأذينا أو يبلغ عليه. طبعا قبل ما نختم لكم هذا الموضوع نقول لكم أحبائي الرياضيين شكرا على متابعتكم معايا، والذي يراسلون في الواتس حول الطلبات، حول المعلومات حول الرياضة، شكرا وغاية الشكر. وختمنا هذا الشهر بختام مليح ببطولة جميلة والبطولات قادمة معنا أيضا إن شاء الله. خلاص معنا الآن استوديو، إن شاء الله بيكون استوديو كأس الخليج، خليكم معنا، واستوديو أيضا كأس آسيا للناشئين، فريق المنتخب اليمني للناشئين كذلك الشباب، كذلك بيكون معنا دوري الأبطال أوروبا، وكذلك البطولات كلها إن شاء الله. بس خلوكم معنا وادعمونا في المشتركين والاشتراكات وفعل اللايك والإعجابات أيضا والتعليقات، وشجعونا، وإن شاء الله نبيض وجوهكم. وكل عام وأنتم بخير، والبطولة القادمة إن شاء الله موجودين نكون معكم في كل مكان، وتصبحون على خير. مع السلامة وشكرا.